سنة 1979 في مركبة فضاء أمريكية تجريبية اسمها سكاي وقعت فجأة واتحطمت، ولما مهندسين الأحياء وصلوا للقرية اللي حصل فيها الكارثة دي المنظر اللي شافوه طير برج من عقلهم. القرية كلها كانت غرقانة في صمت الموت وكل أهلها كانوا ميتين، بس المرعب بجد إن قبل ما يموتوا كلهم طلعوا فوق سطح بيوتهم وبطونهم كانت مفرقعة ومفتوحة بطريقة بشعة. كان باين كأن في حاجة مرعبة طلعت من جوه أجسامهم. المهندسين بدأوا يفتشوا فورا في المكان، وبعد شوية صغيرين لمحوا فطر لونه أخضر غريب جدا على حتة مكسورة من المركبة الفضائية. الفطر ده ما كانش شبه أي حاجة طبيعية نعرفها. واحدة من الفريق بطلة من بطلاتنا قربت عشان تشوفه عن قرب، بس في اللحظة دي الفطر ده طلع امتداد لزج كده عامل زي أوراق الشجر الخضراء. من حسن حظها انها كانت لابسه بدله الحمايه وعشان كده ما اتصابتش بالعدوى وقتها. المهندسه خمنت ان اهل القريه كانوا ضحيه للفطر الغامض ده. الفطر سيطر على عقولهم بالكامل وتحت تاثيره كلهم طلعوا فوق السطوح، وفي الحقيقه الفطر ده كبر جوه اجسامهم وانتشر بالكامل وبعدين شق اجسامهم من جوه وطلع. المعنى كان واضح زي الشمس، لو العدوى دي انتشرت كل انسان مصاب هيبقى هو نفسه خطر جديد بيمشي على الارض. اول ما فكروا في الكارثه دي الفريق قرر فورا يبلغ عن اللي حصل، لكنهم ما كانوش متخيلين ابدا ان الفطر ده اخطر من اللي في خيالهم بكتير. المهندسة بالغلط داست على الفطر ده ودي كانت اكبر واسوأ غلطة في حياتها. الفطر في ثانية كسر النعل المطاط بتاع جزمتها وتحول لجزيئات نانو صغيرة جدا ودخل على طول جوه جسمها. بعد ما خدت العينة مشيت من المكان بسرعة، بس مفيش دقايق وحالتها بدأت تتدهور جامد، مشيتها بقت تقيلة وبتتطوح. زمايلها لما شافوا كده انتبهوا فورا. مديرهم ما خدش وقت عشان يفهم انها اتصابت بالعدوى، سحبوا أسلحتهم في ثانية. الوضع بقى خارج السيطرة بسرعة مرعبة. المهندسة نطت في العربية بسرعة وحاولت تهرب، بس فجأة العربية خبطت في المدير خبطة جامدة وكلهم اتعوروا. في وسط الهرجلة دي المسدس وقع على الأرض. المهندسة طلعت من العربية بسرعة علشان تلحقه وتاخده، لكن زميلتها حاولت تمنعها وبدأت خناقة وضرب جامد بينهم هما الاتنين. كل ثانية بتعدي الوضع بيبقى أخطر ومرعب أكتر، وفي النهاية المهندسة قررت تاخد المسدس. كانت فاكرة إن زميلتها هتموتها، بس فجأة لفت المسدس ناحيتها هي. كان لسه فاضل جواها شوية إرادة، وبالقوة الباقية دي ضربت نفسها بالنار ونهت حياتها عشان تنقذ الباقيين. بعد موتها فورا الجيش دخل وسيطر على المنطقة كلها، مسحوا القرية المصابة دي بالكامل من على وش الأرض بالقنابل النووية، وأخدوا كل العينات اللي لقوها على قاعدتهم العسكرية السرية تحت الأرض. فضلوا سنين يعملوا أبحاث على العينات دي، بس الصدمة إنهم ما فهموش منها أي حاجة خالص، وفي الآخر قفلوا على الفطر ده في تلاجة وعزلوه للأبد. الأيام عدت والتكنولوجيا اتطورت والقاعدة اتغيرت، وشوية بشوية المكان المرعب ده اختفى من عيون العالم. بعد حوالي 40 سنة القاعدة العسكرية القديمة دي اتثابت بالكامل وتحولت لشركة مخازن عادية جدا. الليلة دي في الوردية الليلية كان في 2 بس شغالين، ليو وآنا. شغلهم كان متقسم من الأول. آنا كانت بتنزل تحت تعمل دوريات وتفتيش، وليو قاعد على مكتب الاستقبال بيظبط خدمة العملاء. بعد شوية وصل أول زبون، كانت ست عجوزة قالت إن النهاردة عيد جوازها وجاية المخزن تطلع شوية ذكريات من حاجتها القديمة. بعد ما ليو اتأكد من هويتها حس بشوية شك ناحيتها لأنها كانت باينة قلقانة ومتوترة جدا. شافها وهي داخلة الأسانسير، بس ما كانش يتخيل أبدا إن أول ما دخلت الست العجوزة دي طلعت مسدس كانت مخبية في جزمتها. الحقيقة إن جوزها كان مات من فترة قريبة بسبب المرض، وهي ما كانتش قادرة تعيش حياتها وحيدة من غيره. كانت مقررة تنهي حياتها في الليلة دي بالظبط زي جوزها. في نفس اللحظة دي الاتنين اللي فوق بدأوا يسمعوا أصوات غريبة جدا جاية من قريب. الصوت كان شغال برتم واحد ومستمر. في الأول ما فهموش إيه ده، بس بعد شوية تدوير وتفتيش كتير أخيرا وصلوا لمصدر الصوت. الصوت كان طالع من ورا الحيطة، ورغم إن الحيطة كانت مجرد لوح جبس رفيع وخفيف جدا ليو كان متردد يكسرها. كان خايف يبوظ الحيطة والمدير يطرده من الشغل تاني يوم. بس أنا جابت فكرة عبقرية في ثانية. قالت له لو عملنا فتحة صغيرة ورا اللوحة اللي متعلقة هنقدر نخبيها بسهولة. بعدين الفضول قتلهم وفي الآخر كسروا الحيطة، بس المنظر اللي جوه خلاهم يتصدموا. كان في نظام مراقبة ضخم جدا متخبي ورا الحيطة،
والصوت اللي كانوا سامعينه ده كان في الحقيقة إنذار بينبه إن درجات الحرارة بتعلى بشكل خطير. ولما بصوا على خريطة عسكرية قديمة مرمية هناك اكتشفوا صدمة تانية. تحت شركة المخازن دي ما كانش فيه مجرد مساحات تخزين، لا ده كان فيه معمل عسكري سري تحت الأرض. كانوا لسه بيفكروا ينزلوا ولا لأ، فجأة مستر ماسون جاله تليفون. التليفون كان من الضابطة ريان، قالت له إن في إنذار غريب اشتغل في القاعدة القديمة، بس حسب السجلات القاعدة دي مقفولة من سنين طويلة ومسؤوليتها كانت تبع مستر ماسون اللي طلع على المعاش دلوقتي. في الأول الضابطة ريان كانت بتاخد معلومات روتينية، بس أول ما مستر ماسون سمع القصة كاملة وشه جاب ألوان واتخطف، لأنه هو الوحيد اللي عارف الرعب الحقيقي اللي مستخبي في القاعدة دي. كان عارف كويس إن حتى لو القاعدة فاضية ما كانش ينفع أبدا تتباع لشركة خاصة. فورا شرح للضابطة ريان خطورة الموقف وقال لها لازم تعمل إغلاق كامل وتبدأ تحقيق فورا. بس الضابطة ريان كانت رتبتها صغيرة وما كانش عندها الصلاحية تاخد قرار كبير زي ده. فهمت فورا إن الموضوع ده ممكن يكون وراه فساد لكبارات البلد، ومن خوفها ما قدرتش تسأل أسئلة أكتر من كده. دلوقتي مستر ماسون ما كانش قدامه حل غير إنه يروح بنفسه على هناك. في الوقت ده ليو وآنا كانوا ماشيين ورا الخريطة ولقوا طريق النزول لتحت، وكل ما بينزلوا الجو بيبقى مرعب ومقبض أكتر. في السكة كانوا لسه شايفين معدات قديمة وحاجات مرمية. الجو تحت كان مخيف لأقصى درجة، الصمت مالي المكان، ورغم التحذير قرر ليو وآنا يكملوا استكشاف. تحت غطا البلاعة كان في ماسورة عميقة جدا. الاتنين نزلوا بحذر على السلالم، وبعد شوية لمحوا معمل قديم من بعيد. فتحوا الباب بالراحة، بس أول ما الباب اتفتح هبة هوا سخنة جدا ضربت في وشهم. الأوضة كلها كانت مليانة حرارة مش طبيعية. جنب الباب كان في لمبة إنذار حمراء عمالة تنور وتطفي. الاتنين استنتجوا إن نظام التبريد باظ عشان المكان مقفول من سنين. بس فجأة حاجة في ركن الأوضة خطفت انتباههم. كان في كومة فيران ميتة بس جسمهم كله متغطي بخيوط خضرة غريبة جدا. الحاجة دي كانت شبه فطر خطير. لما بصوا جوه بتركيز لقوا حاوية إزاز كبيرة متغطية بنفس الفطر الأخضر ده. بس المرعب بجد إن الحاوية دي كان فيها فتحة كبيرة، كان باين كأن في حاجات طلعت منها من جوه لبره. أول ما شافوا كده فهموا ان الموضوع خطير جدا، ما ضيعوش ولا ثانية، قفلوا الباب بسرعة وبدأوا يهربوا من المكان. في نفس اللحظة دي مدير شركة المخازن كان وصل هناك، كان باين عليه الرعب والتوتر وعرقه كان بيشر على وشه. الحقيقة ان الليلة دي قرر يعمل تفتيش مفاجئ، بس وهو في السكة عربيته خبطت قطة والقطة ماتت في مكانها. بعد شوية وهو بيحاول يهدي نفسه سمع صوت طالع من شنطة عربيته، اتفزع، فتح الشنطة بالراحة ولقي القطة الميتة جوه. بس دلوقتي في حاجات اتغيرت. جسم القطة كان متغطي بالفطر الأخضر ده، وفي اللحظة اللي بعدها القطة الميتة رجعت للحياة فجأة. الحقيقة ان الفطر اتفعل واشتغل اول ما انذار المعمل ضرب. طلع من الحاوية المكسورة وزحف لحد ما خرج من شقوق المواسير، وبعدين عدى صرصار مصدي كان معدي، والصرصار ده طلع على الماسورة ووصل تحت عربية المدير في الباركينج. المدير داس عليهم من غير ما يقصد، بس الفطر ما ماتش، لزق في الكاوتش ووصل لحد شنطة العربية، وهناك لقي جثة القطة الميتة ودلوقتي هو اللي كان متحكم فيها. المدير الغلبان ما كانش فاهم اي حاجة، وفجأة القطة المصابة نطت من شنطة العربية بسرعة البرق وطلعت تجري فوق السطح، ومن هناك نطت على عمود تليفون، وفي اللحظة اللي بعدها دخلت نفسها في السلك الشائك وجسمها فرقع. الجراثيم الخضراء انتشرت في الهواء، وقبل ما المدير يلحق يستوعب أي حاجة كان هو كمان اتصاب بالعدوى. حيوان ضال كان واقف قريب اتصاب هو كمان في نفس اللحظة. في ثواني معدودة تصرفات المدير اتغيرت 180 درجة. فتح باب العربية بهدوء مرعب وطلع مسدسه من جوه، وبدون ما ينطق ولا كلمة بدأ يمشي ناحية المخزن. الناحية التانية أنا بدأت تحس بحاجة غريبة، حست إن في حاجة غلط بتحصل حواليها، وكإجراء احتياطي صورت التليفون القديم اللي على الباب وهي ماشية. بس وهي لسه هترن على حد شافت حيوان غريب في الممر. في الأول افتكرت إنها بيتهيأ لها، عشان كده قدمت لقدام عشان تتأكد، بس الموضوع كان غريب جدا لأن العادي مفيش أي حيوانات بتدخل جوه هنا، وما بالك بقى باستخدام الأسانسير. أنا نادت على ليو فورا والاتنين طلعوا يجروا ناحية السلم. ساعتها شافوا الحيوان ده بوضوح، نصه التاني كان متغطي بالفطر الأخضر. الحيوان ده كان لسه واصل للمرحلة الأخيرة من العدوى. فجأة لف وشه ناحيتهم ببطء، وفي اللحظة اللي بعدها طلع يجري ناحيتهم بأقصى سرعة. كان باين عليه انه عايز يفرقع نفسه عشان يعديهم هم كمان. انا في اللحظة المناسبة شدت ليو خبته في كورنر، وفي نفس الثانية الحيوان المصاب خبط في الحيطة بأقصى سرعته وفرقع.
الاتنين ما كانوش قادرين ياخدوا نفسهم من الرعب، بس فجأة سمعوا صوت خطوات حد بيقرب منهم. الصوت كان بيقرب ببطء، ولما المدير ظهر قدامهم الاتنين حسوا فورا ان في كارثة. عينه كانت غريبة جدا، وشه ملامحه اتغيرت بالكامل، وكان بيتكلم بصوت غريب وبيقول افتح بقك انا عايز ادخله جواك. وبعدين صرخ فجأة افتح بقك. اول ما سمعوا كده عقلهم طار، واول ما لمحوا المسدس في ايده فهموا ان الدنيا خربت وخرجت عن السيطرة. الاتنين بدون تفكير طلعوا يجروا على المستوى اللي تحت، ومن الرعب فتحوا مخزن قريب ودخلوا استخبوا فيه فورا. كانوا لسه هينزلوا الباب الصاج سمعوا صوت الخطوات بيقرب اكتر من بره. سكتوا خالص من الخوف، وما كانش قدامهم غير انهم يصلوا ويدعوا. من حسن حظهم المدير المصاب كان بقى نص مجنون بالفعل، فما خدش باله من المكان النظيف ده وكمل مشي ببطء وبعد عنهم. بعد كام ثانية الاتنين خدوا نفسهم. أنا كانت لسه بتترعش، طلعت تليفونها فورا. بس السؤال دلوقتي يكلموا مين؟ البوليس ولا حد تاني؟ بعد شوية تليفون مستر ماسون رن. ليو أنا حكوله القصة كلها بسرعة مرعبة، وأول لما سمع كلامهم مستر ماسون عرف إن أكبر كوابيسه بقى حقيقة. أمرهم فورا يفضلوا مستخبيين مكانهم، وقال لهم إنه جاي في الطريق. في الناحية التانية جيني كمان عرفت بالخطر ده، هي كانت شغالة في الجيش قبل كده، عشان كده طلعت معداتها وأسلحتها القديمة فورا. بس مستر ماسون منعها، ما كانش عايز جيني تقع في فخ الموت ده. هي كمان كان حاسس إن المرة دي الموضوع أخطر من أي مرة فاتت، بس ما كانوش عارفين أبدا إن في مصيبة تانية هتحل على المخزن. فجأة صوت موتوسيكلات كتير زلزل المكان، عصابة من المجرمين وصلوا هناك. أول ما المدير المصاب سمع دوشتهم انتبه وركز معاهم. الحقيقة إن الناس دي كانت بتخبي أجهزة إلكترونية متهربة في المخزن ده، والنهاردة كانوا جايين عشان يخلصوا صفقة. بس أول ما دخلوا عينيهم جت على حطام غريب مرمي على الأرض، كان متغطي بالفطر الأخضر. المنظر ده خلى جسمهم يقشعر من الخوف، بس الطمع عمى عينيهم وغطى على خوفهم. لما لقوا مكتب الاستقبال فاضي طنشوا كل حاجة ونزلوا على طول على المستوى اللي تحت. في الوقت ده واحدة ست كانت قاعدة مع العصابة حست بإحساس غريب، حست كأن في حد بيراقبهم من وسط الضلمة، بس ما كانش في أي حاجة حواليهم غير الصمت المرعب. على الجانب تاني مراقبين الجيش كانوا لسه بيساعدوا مستر ماسون في السر، وبسبب الأمن القومي ما كانوش يقدروا يتدخلوا علني، بس أخدوا الريسك وبدأوا يسربوا له معلومات من جوه. أول ما مستر ماسون عرف إن في ناس تانية دخلت المكان أمر فورا بمراقبة كل المخارج، لأن لو إنسان واحد بس مصاب خرج من المكان المدينة كلها هتبقى في خطر كارثي. جوه ليو استجمع شجاعته ورفع الباب الصاج بالراحة، وليه إن المدير المصاب مشي من المكان كان ناوي يخرج فورا عشان يطلب المساعدة، بس أنا وقفته. قالت له إنها مستحيل تخاطر بحياتها عشان شوية مجرمين عصابات. بس ليو رد عليها بصوت جاد وحازم، لو ما وقفناهمش يمكن محدش فينا يخرج من هنا عايش. انا اخدت نفس عميق وفي الاخر اقتنعت بكلامه، طلعت وراه وهي بتبرطم. الاتنين بدأوا يبصوا حواليهم بحذر شديد، بس فجأة لبسوا في وش المدير المصاب. دلوقتي هو كان في المرحلة الأخيرة من العدوى، جسمه كان بيترعش بطريقة غريبة وحركاته ما بقتش حركات بني ادمين خالص. وفجأة لمح افراد العصابة اللي تحت كانوا عمالين يفتشوا في البضاعة. ليو صرخ بأعلى صوته عشان يحذرهم، بس المدير المصاب كان نط في وسطهم خلاص. وفي اللحظة اللي بعدها رجع عليهم مادة خضراء، المكان كله اتقلب صريخ ورعب. وبعدها على طول المدير نزل الشتر بتاع المخرج وقفل عليهم. دلوقتي كلهم بقوا محبوسين جوه. وبعدين هجم على ليو انا زي المجنون. في وسط المعمعة دي الست العجوزة وصلت للمكان وضربت المدير المصاب بالنار. وفي اللحظة دي المدير المصاب كان وصل لأقصى حد يقدر جسمه يتحمله، وفي الثانية اللي بعدها جسمه فرقع. الجراثيم الخضراء طارت وانتشرت في كل حتة. باقي أفراد العصابة اللي فوق سمعوا أصوات الرصاص وانتبهوا فورا. من حسن الحظ الست العجوزة كانت هربت من السلم بسرعة، فعشان كده ما قابلتهمش. بعد شوية ليو قابل باقي رجالة العصابة، من رعبهم رفعوا مسدساتهم في وشه فورا. واحد منهم سأل ليو فين باقي رجالتنا. ليو حاول يشرح لهم المصيبة اللي هم فيها، بس من منظره محدش كان مصدقه خالص. ساعتها ليو قال لهم ابعدوا عن البتاع الأخضر ده أحسن لكم هتموتوا. فجأة سمعوا خبط جامد جدا على الباب من بره. رجالة العصابة التانيين كانوا بيصرخوا بغضب انت حبست رجالتنا جوه ليه؟ واحد من العصابة هدد ليو فورا وقال له افتح الباب ده حالا. ليو كان بيحاول يفهمهم ان كل اللي جوه اتصابوا بالعدوى،
بس الراجل قرب المسدس منه اكتر وقال له لو ما فتحتش الباب هضربك بالنار فورا. الراجل بدأ يقرب من الباب ببطء، بس في اللحظة دي فجأة قفل الباب الصاج بكل قوته. رجال العصابات اتجننوا من الغضب. فجأة انا جت من وراهم وشتتت انتباههم، والاتنين قدروا يهربوا من المكان. اول ما خرجوا مستر ماسون رفع المسدس في وشهم، بس لما اكتشف انهم طبيعيين ومش مصابين نزل سلاحه بالراحة. دلوقتي بقوا فاهمين الحقيقة كاملة، حرارة جسم الناس المصابة بتعلى جدا، واول ما بيلمسوا المية الفطر بينتشر بسرعة رهيبة. في الناحية التانية البرق كان بيضرب في السماء والمطر كان هيبدأ. مستر ماسون كان عارف ان لو المطر زاد المدينة كلها هتتصاب خلال كام ساعة. ما كانش قدامهم غير حل واحد بس، يدمروا المنطقة بالكامل. قرروا يزرعوا قنبلة نووية صغيرة تحت المعمل. دي ما كانتش قنبلة ضخمة، نص قطر الانفجار بتاعها كان 5 كيلو متر بس، والإشعاع هيوصل ل10 كيلو متر. بالنسبة للمنطقة المهجورة دي ده كان الحل المثالي. الخطة كانت واضحة، يفعلوا القنبلة تحت المعمل بمئات الأمتار عشان المواد المشعة ما تنتشرش لبره كتير. بس كان في مشكلة كبيرة، بعد ما القنبلة تتفعل التايمر بتاعها ساعات بيبقى مش مستقر، يعني الوقت اللي قدامهم عشان يهربوا قليل جدا، حوالي 15 دقيقة، وبعدها كل حاجة هتنتهي. مستر ماسون قال بصوت حازم وجاد أنا هفضل فوق، وأي حد مصاب يحاول يهرب من هنا أنا هخلصه. دلوقتي ليو وأنا لبسوا بدلة الحماية. الناحية التانية رجالة العصابة رجعوا فتحوا الباب الصاج، بس المنظر اللي جوه خلى الارض تتشق وتبلعهم. وش زمايلهم كان معفن ومتحلل بالكامل، وريحه بشعه ماليه المكان. من الرعب كلهم رجعوا لورا، بس في وسط الهرجله واحد منهم وقع في الفطر الاخضر. دلوقتي فهموا ان مفيش اي حاجه بشريه باقيه هنا. فجاه التخين بتاع العصابه طلع لقدامه وهو متعصب، رفع مسدسه عليهم هما الاتنين. كان ناوي يهرب هو الاول. الاتنين نفذوا كلامه من غير ما ينطقوا، بس فجاه لمح زميلتهم لسه واقفه جوه المخزن، وفي اللحظه اللي بعدها فرقعت. في الوقت ده ليو وأنا كانوا لابسين البدل، بس في مطر شديد نزل. دلوقتي الوضع بقى أخطر بمراحل، كل نقطة مطر بتنزل بتقوي الفطر أكتر. مستر ماسون بدأ فورا يبوظ كل العربيات عشان مفيش أي حد مصاب يقدر يهرب. بس فجأة سمع صوت في راجل بيقرب من المبنى وجسمه بيطلع منه حرارة عالية جدا. مستر ماسون انتبه فورا، بس في وسط الضلمة والمطر ما كانش شايف أي حاجة بوضوح. فجأة جاله صوت من الراديو بيقول هو وراك. في ثانية لف وشه بسرعة وضرب الراجل المصاب بالنار، بس من قوة الحركة المفاجئة دي إصابة ظهره القديمة رجعت عليه تاني، وقع على الأرض من الألم. وفي اللحظة دي شاف إن الفطر الأخضر بينتشر بسرعة رهيبة في مية المطر. صوت مرعوب طالع من الراديو بيقول الفطر بيقرب منك. الناحية التانية التخين لما سمع صوت الرصاص خاف واتوكس تاني. ما كانش يعرف إن وسط المعمعة دي في واحد مصاب خرج، هو بس فضل ماسك زميله بيحاول يهرب لبره. فجأة مستر ماسون بص لفوق ولمح في الضلمة لمبة حمراء بتنور. فهم فورا ان في حد فتح الباب. بدون تفكير ضرب نار، وواحد من العصابة المصابين وقع ميت. التخين بدأ يتقدم لقدام ببطء وشاف مستر ماسون المصاب واللي كان بالعافية قادر يسند نفسه. الراجل التخين قرب منه بغل وغضب، كان لسه هيضربه بالنار، بس فجأة نور كشافات عربية قوي ضرب من بعيد. دي كانت جيني. اول ما الراجل التخين لف عشان يبص جيني سحبت سلاحها بسرعة البرق، وبطلقة واحدة بس خلصت عليه. من مهارتها كان واضح وضوح الشمس انها مش ست عادية ابدا. الناحية التانية ليو انا اخيرا وصلوا للمعمل تاني، ركبوا القنبلة النووية بسرعة ورموا كل المعدات التقيلة وبدأوا يجروا. بس وهم بيهربوا الناس المصابة وقفت في طريقهم وسدته. الفرق بس ان المرة دي انا وليو كانوا مستعدين للاخر. انا طلعت مسدسها فورا وخلصت على الست المصابة، بس ليو وانا ما كانوش متخيلين ان في كارثة حصلت. تايمر القنبلة فجأة بدأ يقل بسرعة مرعبة. النظام بقى غير مستقر بالمرة. كلهم فهموا ان الوقوف هنا معناه انهم بيستدعوا الموت بنفسهم، عشان كده طاروا باقصى سرعة من المكان. بس بعد ثواني من خروجهم الارض اتهزت بعنف رهيب، وبعدها انفجار مرعب حصل. القنبلة النووية قصيرة المدى فرقعت قبل ميعادها. المنطقة كلها غرقت في النار والدخان، وفي لحظات القاعدة العسكرية القديمة دي اتمسحت للأبد. من حسن حظهم ليو والباقيين كانوا بعيد جدا، عربيتهم كانت طايرة لدرجة انهم قدروا يخرجوا بره دايرة الانفجار وقضوا على الفطر الأخضر ده للأبد. وبيخلص الفيلم بتاعنا لحد هنا، لكن أفلامنا وقصصنا ومسلسلاتنا لسه ما خلصتش. ملاحظاتكم قيمة جدا بالنسبة لي، ولو عايزين تشوفوا قصص وأفلام مؤثرة زي دي اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان القصة اللي بعد كده توصل على شاشة موبايلاتكم على طول. شكرا للجميع.